يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده نعمل كيكه سهله وبسيطه قوي، مكوناتها سهله كلها ان شاء الله موجوده في البيت. اول حاجه في المضرب بتاعنا معانا بيضتين بدرجه حراره الغرفه، بنحط كل بيضه في طبق لوحدها عشان نتاكد انها سليمه، وكده نحطها في المضرب ونزود عليهم معلقه صغيره من الخل ومعلقه كبيره فانيليا او اللي هو الباكت الكيس الجاهز ده، هنحطه كله. هضربهم بقى الكلام ده كله مع بعض على اعلى سرعه عندنا. هنسيبهم يضربوا على سرعه عاليه من دقيقتين لثلاث دقايق لحد ما يوصلوا معانا للون ابيض فاتح. معانا 150 جرام من السكر، هننزله بالتدريج وسرعة عالية عندنا على الاخر. هضربهم كويس لحد ما اتاكد ان السكر داب تماما. تمام كده، اتاكدنا ان السكر داب تماما. هننزل بقى ب40 جرام من السمنه درجه حراره الغرفه او زبده برضو درجه حراره الغرفه، ومعانا ربع كوبايه من الزيت. وهنا بقى هنكون هدينا السرعه، مجرد ما ننزل بالسمنه او بالزيت بنهدي السرعه خالص. معانا بقى المكون الاساسي هو علبه زبادي ساده، اي نوع موجود عندكم. كده المكونات السائله خلصت، هنخش بقى على المكونات الجافه. معايا 140 جرام من الدقيق، عليه ذره ملح صغيره خالص. هننزل معلقتين كده بالراحه على اقل سرعه عندي، مش هزود طبعا كميه الدقيق كلها مره واحده. انا هنزل معلقتين واول ما يختفي بالمنظر ده هنزل بمعلقتين كمان لحد ما اخلص باقي الكميه. تمام كده، انا خلصت كل كميه الدقيق اللي معانا. هاجي بقى بالاسباتولا او اي حاجه سنها رفيع معايا زي كده، وهنزل كل الحواف اللي موجوده من بره دي. كل الدقيق اللي على الحواف ده هنزله معايا عشان ميبقاش معايا في الاخر في دقيق ابيض في الكيكه. تمام زي الفل كده. اخر حاجه بقى معايا معلقه صغيره من البيكنج باودر، انا بحب احطها اخر حاجه، وبديها ضربه كمان وانزل كل اللي موجود على الجنب ده وبس، تبقى زي الفل معايا كده. بس ضربناها وخلصنا كده زي الفل. هنجيب بقى قالب الكيك بتاعنا او الصينيه ونفرشها ورق زبده، او ممكن نبطنها بسمنه او زيت ودقيق. هننزل بقى بخليط الكيك بتاعنا، وعلى فكره انت ممكن تعملوها في قوالب كب كيك برضو بتبقى حلوه جدا. هنديها بقى خبطتين 3 محترمين كده عشان نخرج كل الهواء اللي موجود جواه. زي الفل قوي كده. هندخلها فرن مسخن مسبقا على درجه حراره 180، هتاخد معانا من 40 ل50 دقيقه. انا خدت معايا 50 دقيقه بالظبط. وما نفتحش عليها الفرن ابدا قبل 30 دقيقه على الاقل. تمام كده، هختبرها بقى بخلة سنان او عصاية شيش طاووق، ده اللي كان متاح عندي يعني. اول ما الاقيها نضيفه كده يبقى خلاص كده زي الفل. خرجتها معايا وبسكينه بس كده مشيت على الحواف عشان خاطر ما تتقطعش معايا وتفك معايا بسهوله. قبل ما اخرجها من القالب المفروض بسيبها على الاقل ساعتين خالص تبرد براحتها، بس انا استعجلت يعني ما كملتش ساعتين. بس تمام قوي كده. يدوب بقى اول ما قلبتها خبطت عليها خبطه كده نزلت معايا على طول. هنشيل بقى ورقة الزبدة، بصوا بتتشال معايا بكل سهولة. شايفين لونها عامل ازاي؟ تحفة. عايزة اقول لكم طرية وحلوة وطعمها جميل جدا وسكرها مظبوط بالشعرة. هنقطعها بقى بالسمك اللي احنا عاوزينه. نقدمها بقى مع فاكهة، تقدموها مع صوص شوكولات، صوص مربى على فكرة حلوة جدا، جربتها لما حشيتها مربى. جبت طبقتين كده وحطيت وسطهم مربى وعليهم صوص شوكولات، كان طعمها خطير بجد. لازم تجربوها وتقولوا رأيكم. بصوا طريقة ازاي. طبعا هي بتفرول كده ان انا ما اديتهاش فرصة تبرد براحتها، قطعتها وهي تعتبر دافية. بصوا بجد جميلة جدا. شايفين الحواف لونها حلو قوي ازاي؟ بجد تستاهل ان انتوا تجربوها وقولوا رأيكم.